السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هنعمل تورتة عيد ميلاد. ببساطة جدا وداعم بقى للغلاء، اعملي التورتة بتاعتك في البيت. سهلة وبسيطة جدا، مش تاخد منك اي وقت ولا اي مجهود. ممكن تعملي في صاج وتقطعي ديسكات على قد ما انت ما عايزة. المقاس اللي انت عايزاه بأي دايرة عندك، وممكن بغطا أي حاجة. وممكن تعملي في صينية المقاس اللي يريحك. دي صينية مقاس 20، تمام. والأسود اللي فيها ده يعني باخد كده حاجة بسيطة جدا من الخليط، واحطها كده في الصينية علشان ألزق بيها ورقة الزبدة، تمام. ودي كانت التورتاية بتاعتي، وهي تورتاية بنص كيلو اسبونج. تمام. طب انا دلوقتي عاملاها بسبونج بيتي مش بسبونج جاهز. هعمل ايه؟ مقدار النص كيلو هحط 6 بيضات، عليهم 300 جرام من الدقيق و200 جرام من السكر، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، ومعلقة كبيرة من المحسن الجل، ومعلقة كبيرة من الخل. وممكن تحطي لبن بودر لو حابة، معلقة برضو، وتحطي فانيليا. تمام كده. انا دلوقتي خدت المنشار بتاعي على مقاس 8، وبدأت ان انا اقطع القطع قطع متساوية، وما شاء الله القطع محملة، يعني الدايرة محملة كويسة جدا. ممكن تعمليها على اخر حاجة هتطلع ارفع من كده، وتطلع ضعف الطبقات. طبعا انا كده طلع معايا ايه 4 طبقات حلوين، وكمان طلع معايا طبقة مش كاملة. تمام. دي هنعمل بقى مثلا كيك بوبس، او الولاد ياكلوها كده، مفيش اي مشكلة. هجيب القاعدة بتاعتي مقاس بقى 24، وهبدأ ان انا احط حتة كريمة كده. والكريم بتاعي انا بضربه بمية مثلجة مش بلبن. اضربوا الكريم بلبن بمية، هيقعد معاكوا فترة طويلة، مش هتلاقي التورتة حمضت بسرعة. تمام. وكمان بتحطوا لبن بودر، فبيديكي نفس نتيجة ان انت هتعمليها باللبن السائل عادي. حطي اول طبقة، وبدأت ان انا احط بقى عليها اي حاجة عندك. حطي مثلا اعملي سيرب خفيف، او ممكن اي جناش عندك خففيه. جناش مثلا، بما ان هي تورتايه شوكولاتة، هاتي جناش او صوص شوكولاتة، وابدأي ان انتي اسقي بيه الكيك، بس يكون خفيفة يعني. انا عملته هنا بسيرب خفيف كده، وبدأت ان انا احط طبقة الكريمة. والكريمة هنا بالشوكولاتة، طبعا حط عليها جناش شوكولاتة مع الكريمة البيضاء. هبدأ احط كده بقرطاس كده عندي، وبعدين اساوي بسكريبر او سباتولا، اي حاجة معايا. ابدأ ان انا اساوي بيها الكيكة بتاعتي او التورتاية بتاعتي. حطي بقى اللايك، ما تنسيش اللايك والاشتراك، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. الموضوع سهل وبسيط. الكيك اللاير او الديزاين ده بنجيبه من بره بسعر غالي جدا، بيبدأ من 250 جنيه، مقاس 18 او مقاس 20. فاحنا هنبتدي ان احنا نعمله في البيت، وكمان هنحط فيه حاجات شوكولاتات غالية وحاجات حلوة. فالمفروض ان هي مكلفة، ومش هتكلفنا اكتر من 150 جنيه، وكتير كمان يعني. انا بقول حوالي كده 150 جنيه. تمام. هابدأ إن أنا أحط جناش كده شوكولاتة أو صوص شوكولاتة يعني. هو أنا هو جناش شوكولاتة، بس إيه دفيته شوية بحيث إن هو يفك، وما حطيتوش سخن، يعني هو بارد بس لسه يعني إيه مجمدش. تمام. حطيت كده. حطي بقى زي ما انتي ما عايزة، حطي مكسرات، حطي اللي انتي حباه، انتي بتعملي في بيتك، فحطي اللي انتي حباه واللي انتوا بتحبوا تاكلوه يعني. هابتدي ان انا احط الطبقة التانية، وهبدأ ان انا احط كريمة تاني، واكرر نفس الموضوع من تاني. هجيب بقى حتة كريم كده صغيرة، واجلس بيها جناب التورتة علشان خاطر تشيل معايا اي فتافيت، ما يبقاش فيه فتافيت في الكريمة في التجليس من بره. وبعد كده هحط الكريمة بتاعتي عادي، واجلسها كويس جدا بالكريم بقى من سطح التورته وجنبها وكل حاجه. واحاول على قد ما اقدر ان انا احط الاسباتيولا في ميه سخنه، واساوي جناب بتاعه التورته. هجيب بقى جناش الشوكولاته، وابتدي ان انا امشي بقى اعمل دريبات كده بالشكل ده. طبعا انا يعني عشان الكاميرا مفتوحه، فمش مساعداني ان انا اشتغل، لاني الرينج لايت قدامي. ففي الاخر بقى يعني ما شاء الله طلعت جميله جدا. اي بقى يعني حاجة عايزة تتساوى، فانا هسويها دلوقتي وهظبطها يعني.
هابدأ بقى إن أنا أملأ الفراغ اللي من فوق ده كله كده بالجناش برضه. بس كده تمام، ممكن تسيبوا الجناش يبرد عن كده شوية كمان بحيث إن هو ما يسيلش أوي. هابتدي بقى أجيب كل التزيين اللي عندي بعد ما أحط صوص شوكولاتة من فوق، أجيب كل التزيين بقى اللي عندي، شوكولاتات اللي أنا عايزة أحطها، أي حاجة عايزة أحطها هاجيبها وأحطها من فوق. طبعًا أنا عندي ماكينة الآيس كريم وعملنا بسكوت الآيس كريم وعملناه على القناة، تقدروا تشوفوا الفيديو. معايا هنا ورقة كنت حاطة عليها المولد اللي هو الحروف بتاعة عجينة السكر، وكمان عملت بسكوت آيس كريم، خدت واحدة كده وحطيتها من فوق، طبعًا عليها بقى كريم كده أكن يعني الآيس كريم وقع بقى وإيه وفضّى كل الحاجات الحلوة اللي حواليه دي. كاندي بقى توت و شوكولاتات يعني أي مولد عندِك صُبّي فيه شوكولاتة وهيبقى شكله جميل جدًا. حطيت بقى شوكولاتة حجر، مكسرات، رافاييلو، أي حاجة أنتِ حابة تحطيها.